بلا حليب بلا ما بلا دانون. هذا المكون اللي هو ضروري يعني تبقى عندك في الدار واستغلي في هذه الكيكه. مكونات بساط، كنحتاج 2 بيضات، كاس الى ربع ديال الزيت، كاس ديال السكر. بالنسبه للمكون اللي قلت لكم هو اللبن، كاس ديال اللبن يكون يعني دافي، يعني يكون خارج من الثلاجه من قبل، تخليه يعني ما يكونش بارد، والبيض حتى هو ما يكونش بارد. المهم غنجمعوا كلشي في الخلاط الكهربائي. كيكه كتجي بنينه بهذه الطريقه، غير جربوها. غنديروا 2 بيضات في الخلاط، يعني ما دغيا كتوجد، بلا ضراب بلا والو، غير بالخلاط جمعي كلشي وها هي الكيكه موجوده. كنديروا 2 بيضات كما شفتوا، السكر كنديروا، اللبن حتى هو نديرو في الاول، يعني كلشي غنجمعو في دقه واحده. الزيت، الفاني حتى هو درناه. تنخلطو مزيان مزيان في الخلاط، يعني ماشي غتخلطي يعني الدرجه الاولى والثانيه، يعني حتى الاخر، يعني حتى الاخر اعلى سرعه، السرعه الاولى والثانيه والثالثه تشوفي انه دار واحد الفقاعات وحبسي صافي. وتنديروا الدقيق من تنفالي، كنديروا في واحد الاناء، كنديروا في الدقيق الكاس الاول، الكاس الثاني كنديروا 2 خمارات، 16 غرام ديال الخميره، كل وحده فيها 8 غرام. بالنسبه لهاد الدقيق غربلوه من قبل. نعمر كاس ثالث باش الا كان خاصني نزيدو. دابا غنخلط 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس اللي عبرتو به الزيت والسكر والحليب اولا الماء ولا اي مكون درتو سائل، اولا برتقال حتى هو اللي كنديرو. الا ما كانش لبن ديروا اي سائل عندكم في الدار، سواء الحليب سواء الماء او الليمون. المهم انا عبروا بهاد نفس الكاس، غندير نص كاس الاخراني نص اللي زدت صافي، يعني 2 كيسان ونص ديال الدقيق. نخلطو مزيان، كيجي ما ثقيلش ما خفيفش، ما خفيفش يعني بزاف. المهم كيجي عادي. غنحاولوا ناخذ المول، غندخلوا الفران، غادي ندهنوا بالزيت او الزبده وغنرشوا عليه الدقيق بهذه الطريقه.